جربنا اغرب واذكى منتجات امازون وده الجزء ال 46. برضه هنقول لكم كل منتج تمام ولا اي كلام. معانا المره دي طبق الفشار في الميكروويف والمساحه الذكيه، فرشه تنظيف الجزم وقطاعه المانجا ومنتجات تانية هتشوفوها دلوقتي. بدأنا بفرشة تنظيف الجزم ودي ب 37 جنيه، شعيراتها خشنة بحيث تنظف كويس بس في نفس الوقت مش خشنة لدرجة انها تبوظ الكوتشيهات. عندك هنا المكان ده تحط فيه سائل التنظيف، بعدين تضغط عليه فينزل على الفرشة من تحت وتبدأ تنظف. المهم عملنا الخليط بتاع التنظيف، معجون سنان على بيكنج صودا وصابون مواعين، قلبناهم مع بعض، خففناهم بالميه، بعدين حطيناهم في الفرشه. بدانا بقى ننضف الكوتشي الابيض والنتيجه بصراحه كانت حلوه جدا، واظن باين قوي الفرق بين الفردتين. الفرشه مسكتها مريحه، التحكم بتاعها كويس قوي، والشعيرات نفسها قويه جدا. يمكن مشكلتها الوحيده ان الغطا البرتقاني ده كان بيتفك كل شويه، بس ده مقدور عليه يعني مش مشكله كبيره. بس بصراحه غير كده المنتج عملي قوي، هيخليك تحافظ على الشوز بدل ما تحطها في الغساله وتبوظ منك. عشان كده الفرشه دي دخلناها قائمه تمام. ندخل بعد كده على مساحة ذكية جدا، سعرها 153 جنيه وفيها مميزات كتير. أول حاجة الراس بتاعتها دي فيها أوبشن عصر، بتلف 360 درجة، فممكن تستخدمها في الأماكن الضيقة زي تحت الكنب كده والكراسي، الأماكن دي اللي صعب توصل لها. في ميزة كمان إيدها بتطول وتقصر، فممكن تستخدمها على الأرض أو تقصرها وتنظف بيها الإزاز. كومبو هايل بصراحة. بدأنا نجرب، حطينا المية والصابون على الأرض وبصراحة كانت بتشرب المية كويس جدا. استخدامها مريح وبتدخل في الأماكن الضيقة بمنتهى السهولة. حتى برضو لما جينا نعصرها الموضوع كان سهل، ويا دوب في عصره واحده ولا اتنين بتنزل كل اللي فيها. المنتج حلو، جودته كويسه، ينفع للاستخدام اليومي والتنظيف السريع، عشان كده يستاهل قائمه تمام. ندخل بقى على مفاجأة الحلقة، دي علبة بتسوي الفشار في الميكروويف، سعرها 450 جنيه، كتير جدا طبعا بس الخامة بصراحة سيليكون متين جدا جدا. الفكرة في المنتج ده انه بيعمل لك فشار من غير زيت ولا زبدة ولا اي دهون في الميكروويف على طول. المهم جبنا ذرة الفشار، حطينا شوية، قفلنا العلبة ودخلناها الميكروويف دقيقتين بالظبط، ودي كانت النتيجة. مش كل الذرة استوى ولقينا فراغ يستحمل ذرة اكتر، فزودنا الكمية برضه وزودنا الوقت، سبناه 3 دقايق المرة دي، والنتيجة بصراحة في التجربة الثانية كانت احسن بكتير. اغلب الفشار استوى والعلبه اتملت على اخرها، وفي 3 دقايق بقى عندنا فشار صحي جدا، خفيف من غير دهون ومن غير اي مجهود. المنتج عظيم جدا بس مشكلته في حاجه واحده، سعره طبعا غريب قوي، خصوصا ان في بدايل ارخص بكتير بتطلع نتائج كويسه. اي نعم ما شفناش بصراحه منتج فشار بالجوده دي، بس برضه انت ممكن تشتري مكنه فشار بالكهرباء بسعر قريب. عشان كده هنسيب لكم انتوا الحكم على المنتج ده. الاختراع ده بيخليك تاكل المانجا من غير ما توجع دماغك بالبذر. قطعه المانجا سعرها 148 جنيه، طبعا كتير قوي، خامتها بلاستيك كويس والقطعه نفسها معموله من المعدن. فكرتها بسيطه قوي، بتثبتها بس على المانجا من فوق، بعدين تنزل عليها فتفصل لك البذره وتطلع لك المانجا لوحدها. بدانا نجرب، جبنا المانجا، ثبتنا القطاعه، ضغطنا عليها، ودي كانت النتيجه. المانجا اتقطعت والبذره اتفصلت والموضوع ما خدش وقت خالص. فقلنا نجرب كده لو عندنا مانجايه طريه شويه هتعمل معاها ايه، وللاسف اتبهدلت خالص. المنتج حلو لو هتستخدمه مع المانجا اللي مش طريه قوي، عملي جدا لو عندك ضيوف مثلا مش عايزهم يتبهدلوا في اكل المانجا، او عايز تقدمها بطريقه شيك شويه. فبما انه بيعمل شغله، خامته كويسه، دخلناه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على علبة تخزين البطاطس، سعرها 200 جنيه، مفروض بتشيل لحد 3 كيلو، خامتها بلاستيك متين وخالي من البي بي اي. زي ما انتم شايفين كده فيها فتحات تهوية، ده طبعا مهم جدا عشان تحافظ على الخضار اللي فيها سواء بطاطس او بصل ما يتكتمش ويبوظ. المهم مليناها بطاطس، وده الباب اللي بتفتحه عشان تجيب الخضار. شكلها بصراحة شيك قوي، احسن بكتير من انك ترمي البطاطس كده تحت الحوض وخلاص. المنتج حلو، عملي جدا لو مش بتخزن خضار كتير. مشكلته الوحيدة ان الغطا اللي فوق ده مش ثابت قوي، بس في المجمل الجودة كويسة والفكرة لذيذة، عشان كده دخلناه قائمة تمام. دخلنا بعد كده على حامل موبايل مختلف جدا، سعره 132 جنيه، معمول من بلاستيك كويس قوي، بيتكون من جزئين، القاعده اللي تحت دي بتلزق في اي مكان، والجزء الثاني الستاند اللي بيركب عليه الموبايل. طبعا ممكن تظبطه عليك زي ما انت عايز. تعالوا بقى نقول لكم واحده واحده على كميه الاوبشنز اللي فيه. اول حاجه الزرارين اللي في الجنب دول بيوسعوه عشان تحط الموبايل، بعدين تقفل عليه كويس. عندك كمان الاوبشن ده بيخليك تلف اتجاه الستاند يمين او شمال. في اوبشن ثالث بيخليك تظبط الارتفاع، تقعد تطلعه وتنزله لحد ما توصل للمستوى اللي انت عايزه. المهم ظبطنا الاتجاهات كلها، بعد كده لزقناه، ودي كانت النتيجه، ثابت جدا مظبوط ومن اقوى الحوامل اللي جربناها. حتى برضو لما جينا نفكه لقينا اللزق بتاعه جامد قوي. الحامل ده اساسا معمول للعربيه، بس انت ممكن تستخدمه في مكتب، في مطبخ، في اي مكان عادي. واحلى حاجه فيه انك تقدر تظبطه في اي اتجاه تتخيله. عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه تمام.
نيجي بقى المنتج بنشوفه كتير في فيديوهات الصين، منظم كابلات سعره 48 جنيه، بيجوا 3 مع بعض كلهم طبعا من المطاط، والفكره فيه بسيطه بس بصراحه عبقريه، بيلم لك كل سلوك الاجهزه بدل ما تبقى مرميه كده على الارض وتقعد تلف حوالين نفسها وتبوظ في الاخر. بيجي معاه كمان اللزق بتاعه، وده بقى بيلزق على اي حاجه، جلد، خشب، سيراميك، بلاستيك، معدن، شغال مع كله. المهم ندخل على طول في التجربه، لزقناه على العجان ولمينا السلك حواليه زي ما انتم شايفين كده، الموضوع عملي قوي. خامته الطريه دي المطاط مش بتقطع السلك ولا بتجرحه، ده غير كمان ان اللزق بتاعه متين جدا. عجبنا بصراحه قوي، ينفع في البيت ينفع في المطبخ، سعره حلو، جودته كويسه، فدخلناه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على سيليكون بيتعمل فيه الكاندي بتاعت بره، فاحنا قررنا نجربه ونعملها معاكم. سعره 99 جنيه، عباره عن 50 خانه كده على شكل دباديب كلهم. والفكره فيه انك بتعمل خليط الكاندي بعدين تملاه بالقطاره، تسيبه يجمد شويه، مبروك عملت كاندي. فتعالوا نبدا على طول. جبنا الحله، حطينا 60 مللي عصير رمان، وطبعا ممكن تختار اي عصير انت عايزه عادي. زودنا كمان معلقتين كبار جيلاتين وقلبناهم كويس قوي، سيبناهم على جنب لمده 10 دقائق. بعدين على نار هاديه قلبناهم كويس وزودنا 3 معالق كبار سكر، واول ما الحاجات دابت شلناهم من على النار وسيبناهم يبردوا تمام. ودلوقتي وصلنا مرحله السلك، بدانا ناخد من الخليط بالقطاره اللي جايه معاه ونملى الفراغات واحده واحده لحد ما وصلنا للاخر. وبعد كام ساعه في الثلاجه بقى عندنا كانديز زي اللي بنشتريها من بره بالظبط بمنتهى السهوله. الفكره عظيمه طبعا، بس نصيحه يعني احسن تستخدموا الجيلي بتاع الفواكه الجاهز، احسن بكتير من الجيلاتين العادي، ساعتها الطعم هيبقى احسن بكتير. المنتج حلو، سهل التنظيف، بيستحمل اي درجات حراره، واهم حاجه الكاندي مش بتلزق فيه لما تيجي تطلعها، عشان كده المنتج ده دخلناه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على قشارة خضار 3 في 1، سعرها 42 جنيه وبتعمل 3 حاجات. فيها سكينة بتقشر الخضار، سكينة تانية بتبشره ناعم، والجزء الثالث ده بينضف الخضار من بره. حاجات زي البطاطس مثلا والبطاطا بينضفها من غير ما يشيل منها كتير. المهم بدأنا نجرب، قشرنا البطاطس وزي ما انتم شايفين سريعة وكويسة، بس بصراحة كده احنا كنا جربنا منتجات تانية اريح واسرع منها بكتير وباسعار اقل كمان. قلنا نجرب الجزء الثاني بتاع المبشرة، سريعة برده مش وحشة خالص، بس المبشرة العادية احسن بكتير عشان بتبشر الجزرية كلها مش مجرد اجزاء زي دي وخلاص. اما بقى الجزء الثالث جربنا ننضف بيه البطاطس، وده ما كانش عندنا مشكله فيه، بينضف كويس، بيشيل الطبقه اللي فوق دي من غير ما ياخد من البطاطس نفسها. المنتج مش وحش، بس في نفس الوقت هتلاقي احسن منه وباسعار اقل، عشان كده هنسيب لكم انتوا الحكم على المنتج ده. نيجي بقى المنتج من العالم الاول. عارف نص البصلايه دي اللي بتتبقى من الاكل بتسيبها على الرف تبوظ؟ او المنتج ده علبه بتحفظ البصل في الثلاجه، سعرها 99 جنيه، خامتها بلاستيك نظيف جدا جدا، خالي من البي بي اي، وبتدخل غساله الاطباق. المهم جربناه، سيبنا البصلايه دي كام يوم في الثلاجه ورجعنا لقيناها زي ما هي بالظبط. المنتج يبان تافه بس الحقيقه فكرته ظريفه جدا، شكله حلو، ينفع مع كل احجام البصل، وبما انه عمل وظيفته دخلناه قائمه تمام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في التعليقات عايزين نجرب منتجات ايه تاني الحلقات الجايه.